الخيل، وهناك بتروح بنت تتعرف عليه وبتقوله ان اسمها سيف ده، وبنعرف انها بتكون صاحبة مراته من الثانوي. فبيسلم عليها وبتسأله عن براء، فبيقول لها ان هي مش موجودة. فبتسأله اذا كان دول بنات ولا لا، فبيجاوب وبيقول لها ايوه فعلا هم بناتي. فبتسأله سيف ده عن بنته التالتة، فبيقول لها فاضل ان هو ما عندوش غير 2 بس. فبتستغرب سيف ده وبتقول له ازاي، فبيقول لها واضح كده انك انت متلخبطه. فبتسيبه وبتمشي، وبيبان ان في سر جايده تعرفه. وبتروح سيف ده تكلم براء في التليفون وبتسالها انها لو جهزت الفلوس، فبتقول لها المبلغ كملته، ولكن سيف ده بتزوده للضعف وبتطلب منها 2 مليون. وهنا بتقول لها براء انها مش هتقدر تجمع اكتر من كده. فبتهددها سيف ده ان هي هتكشف الحقيقه لفاضل واللي بتكون معاه في نفس المكان، وان هي قررت ما تاخدش الفلوس وتعرف فاضل الحقيقه. وبتروح سيف ده لفاضل وبتقول له ان مراتك بتخونك، وان هي عندها طفله تانية عمرها 6 سنين. ولكن ما بيصدقهاش فاضل وبيطلب لها الامن، ولكنها بتقول له ان هي عارفه حتى اسم العياده اللي ولدت فيها. وبيصمم فاضل ان هو ما يسمعهاش وبيطردها. وبيكلم فاضل مراته وبيحكي لها على اللي حصل. فبتتوتر براء جدا وبتقفل السكه وما بترضاش انها ترد عليه. وبتكلم براء حد في التليفون وبتقوله ان جوزها عرف كل حاجه. وبنروح